السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تاني إعدادي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير كده والدنيا تبقى جميلة معاكم والسنة تبقى ماشية تمام. طيب إحنا عندنا مشاكل كتيرة جدًا في Unit 2. أنا مقتنع بده مليون المِيّة، ليه؟ لأن Unit 2 عندك الدرس بيبقى مليان معلومات كتير جدًا وأنت مش ملاحق إنك تجمّع حاجة معينة أو تضبطها 100%. فأنا قاعد معاك النهارده، أنا عايز منك ورقة زي ما بنتفق كل مرة، أيوه ورقة وقلم وكوباية القهوة أو الشاي بتاعتك أو النسكافيه والآلة بتاعتك عشان الآلة دي مهمة جدًا، أهم شيء عندي، تمام؟ عشان خاطر أنا هاسهّل عليك الطرق، وهاسهّل عليك إزاي نقدر نعمل factorization، ما هو ده اللي بيتكلم عنه Unit 2. Unit 2 بتتكلم عن إيه يا جماعة؟ بتتكلم عن factorization. عندي مليون نوع، مليون نوع كده، مجمّعهم لي في 3، 4 دروس ويقول لك اتفضل، صح كده؟ طيب إحنا نمسك حاجة، حاجة مع بعض، هنراجع أول حاجة ماشي، وهامشي معاك مسألة، مسألة، إيه الأفكار اللي ممكن تشوفها والكلام ده كله. أنا مجمّع لك شوية أسئلة من كتب مختلفة ومن تقييمات الوزارة عشان تبقى أنت يعني عينك شافت الحاجات دي قبل كده، فتعرف تمارس معايا الإيه، المسألة وتحل معايا كده الدنيا تبقى حلوة. اتفقنا؟ يالّا بينا. بُص يا باشمهندس، إحنا أول حاجة اتكلمنا مع بعض فيها إن أول factorize في الدنيا كان بيتكلم عن حاجة greatest common factor أو highest common factor اللي هو HCF أو GCF. GCF ده أنت خدتها في ابتدائي لو تفتكر. طيب بُص كده معايا، أنا دايمًا لمّا أنا متعود بصراحة لمّا آجي أحل حاجة فيها greatest common factor أو highest common factor، أنا بادوّر على الحرف والرقم، بادوّر على حرف وإيه، ورقم. يعني ممكن تبقى حرف مشترك متكرر في كل الترمات، أو رقم ينفع divisible by كل الأرقام، حلو الكلام، أو ممكن يكون letter وnumber مع بعض. طيب على حسب المسألة عندي أنا هاقدر أقرر، افتكر ده كويس جدًا، على حسب المسألة عندي أنا اللي هاقدر إيه، أقرر. كلام جميل أوي. طيب بُص يا باشمهندس، أول حاجة خالص على أول درس إحنا اتعودنا عليه اللي هو إيه، finding greatest common factor. طيب تعالَ نفكر مع بعض. المستر قال لي طالما greatest common factor أو highest common factor يبقى يا إما هادوّر على حرف متكرر، يا إما رقم في التيبل الباقيين كلّهم. طب تعالَ نفكر مع بعض. أدي 8 m power 3 minus 12 m power 2n plus 20 mn power 2. طيب أول حاجة أنا لو خدت بالي منها، بُص كده يا باشمهندس، أنا عندي إيه اللي متكرر؟ أدي m وأدي m وأدي m، بس عندي باورات مختلفة، m power 3 وعندي m power 2 وعندي m. طيب أنا بقى بنصيحتي هاختار أنهي واحدة؟ أنا هاختار الm اللي هي أصغر باور، تمام؟ فأنا هاختار الm بس اللي هي عليها باور 1 يعتبر، بس أنا إيه، مش شايفه. طيب تعالَ معايا بقى نبُص على الأرقام. أنا عندي 8 وminus 12 وplus 20. طيب إحنا لو جينا نبُص على أصغر رقم أهو، ده ال8 أهو، صح؟ مش ده أصغر رقم؟ هو ال12 في table 8؟ لأ. طب ال20 في table 8؟ برضه لأ. طيب يبقى أنا هاشوف ال3 أرقام دول يجمعهم table معين، يجمعهم table إيه، معين. طبعًا أول واحد أو أول حاجة هتيجي في بالك هي ال2. أنت كلامك صح وممتاز جدًا، بس أنت خلي بالك أنت عندك الدرس بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن حاجة اسمها greatest common factor، يعني أعلى رقم، أعلى إيه، رقم. طيب ما تيجي نشوف كده، يمكن يكون هو في هم ال3 أرقام دول في table أعلى شوية. تعالَ نفكر، ممكن يكون table 4، ليه لأ؟ مش أنا عندي 4 times 2 تدينا 8؟ مضبوط. 4 times 3 تدينا 12؟ الله. 4 times 5 تدينا إيه؟ 20. ممتاز يا مستر، إيه الجمال ده؟ ده إيه الحلاوة دي؟ طيب تعالَ معايا بقى، ده إحنا هناخد ال4. طيب أول ما ناخد ال4 هنفتح البراكت، هنكتب كل ده هو، ما عنديش أي مشكلة. حلو الكلام؟ أهو أدي 8 m power 3 minus 12 m power 2n وplus 20 mn power 2. كلام جميل؟ طيب اوعى تسيبها كده وتمشي، تزعل على طول. يبقى أنا هاعمل over 4m اللي أنا خدته برّه، اللي هو الفاكتور بتاعي. أهو 4m over 4m. طيب يالّا بينا يا باشمهندسين، أنا أول حاجة هافكّر فيها ننزّل 4m زي ما هي كده، نكتبها هنا مثلًا فوق. معلش بقى سامحوني، أنا كنت المفروض أكتب دي بعد كده تحت. ما علينا، إحنا يعني مننا في بعضينا، ما فيش حاجة مختلفة. أدي 4m أهي. يالّا بينا. 8 divide 4 تدينا كام؟ 2. m باور 3، أنا عندي 3 إمات تايمز بعض، وفي تحت إماية واحدة. طيب الواحدة دي هتطير مع واحدة من التلاتة، هيتبقى كام m؟ اوعى تقول لي 2m، لأ دي m باور 2. اتفقنا؟ طيب ماينس تنزل ماينس. 12 ديفايد 4 كام؟ ب3. حلو الكلام. m باور 2 اوفر m، أنا عندي إمتين وفي m تحت، يبقى واحدة من فوق هتطير مع واحدة من تحت، يتبقى لي إماية واحدة، فهتبقى m n. تمام، بلس 20 اوفر 4. ما تنساش لان خلي بالك انا نزلتها. طيب 20 اوفر 4 تدينا كام؟ 5 على الكالكوليتر عادي لو انت مش متذكرها. طيب الام دي هتروح مع الام دي عشان زي بعض، فيبقى لي الان باور 2.
بس كده، هي دي قصتي كلها في الجريتست كومن فاكتور يا جماعه، او هايست كومن فاكتور، الاثنين صح، مفيش اي مشكله خالص. اتمنى تكون انت كده فهمت معايا ازاي نقدر نحل مساله زي كده. خلي بالك انا هاخد كل نوع لوحده، هحل عليه مساله كده اللي هو بفكرك بالدنيا، تمام؟ بعد كده هنبدا بقى نجيب مسائل ميكس، يعني انت مش عارف مين بيودي فين، اتفقنا؟ طيب تعالى معايا. تاني نوع عندي يا جماعه اسمه ايه؟ فاكتورايزنج تراينوميال ان ا فورم اكس بار 2 بلس بي اكس بلس سي. خلي بالك كان هنا بيبقى فيه اي اكس بار 2 يعني، لو انت طبعا انت تاخد الكلام ده بالتفصيل لسه، تمام؟ بس انت بس اهم حاجه تبقى عارف ان انا عندي حاجه اسمها نوع تاني نوع بيتكلم عن حاجه اسمها ايه؟ فاكتورايزنج تراينوميال. ايه تراينوميال ده يا جماعه؟ يعني بيديني 3 تيرمز، بيديني 3 ايه؟ تيرمز. الفورم بتاعته تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اكس بار اي اكس بار 2 بلس بي اكس بلس سي. عظيم. طيب واحده واحده. انا عشان احل المساله دي يا جماعه انا ممكن احلها مانيوال عادي جدا، بس والله لما اجي اقول طريقه الاله كلكم هترموا طريقه المانيوال دي اللي انا هحلها بايدي، تمام؟ تقول لي بقى اركن انت على جنب كده اشتغل لي بالاله، تمام؟ طيب فانا عشان اسهل عليك، انا جاي لك عشان اسهل عليك الدنيا، فتعالى معايا طلع آلتك الجميله، انا هطلع آلتي زيك اهو، هعتبر نفسي ان انا ايه؟ جديد اهو يا باشا. طيب حضرتك هتطلع آلتك، انت الاله بتاعتك ممكن تبقى فيها يعني عشان خاطر تكتب الاوبشن ده او تعرف توصل للاوبشن ده او المود ده، بتعمل ايه؟ مود 33 او مود 53 او مود 922 على حسب نوع آلتك. شوف انهي آلة عندك تطلع معاك الايه؟ المنظر ده. بص كده هيطلع لك منظر ده كده، ادي ايه وادي فاصله وادي بي وادي فاصله وادي سي، اتفقنا؟ هيطلع لك اي بي سي. في آلات تانية هتطلع اي بي ودي عادي يا جماعه مش هنختلف، اهم حاجه انه يطلع لك ثلاث حروف كده، ماشي؟ وفي عمودين في النص. طيب تعالى معايا، الاي ده يا جماعه يخص مين؟ الاي يخص اللي جنب الاكس باور 2. طيب انا مسألتي بتقول ايه؟ اكس باور 2 بلس 7 اكس بلس 12. انا يا مستر دلوقتي مفيش حرف متكرر صح؟ ولا ينفع اخد نمبر بره، فانا بالتالي هستخدم الاله. يبقى انت ازاي تعرف ازاي يبقى عندك معلومه انك هتستخدم الاله لما يكون مش مديني حرف زياده، او سوري مش مديني حرف متكرر او رقم موجود ينفع اخده كومن فاكتور. طيب تعالى معايا، الاي ده يا جماعه بيبقى اللي جنب الاكس باور 2، البي بيبقى دايما اللي جنب الاكس، والسي اللي بيبقى دايما ايه؟ الكونستنت اللي هو لوحده من غير اكسات. حتى انا بقول للطلبه بتاعتي بقول لهم ايه؟ ساده، اللي هو من غير اي حاجه. طيب يلا بينا، هكتب الايه ب 1، يبقى هنا هكتب كده عند الاله اكتب 1 ايكوال 1 ايكوال. هتلاقي كده الشاشه البتاع السودا دي كده، هتلاقي حاجه سودا كده متظلله، تمام؟ هتتنقل على البي هتبقى هنا بعد تكتب 1 ايكوال، تمام؟ طيب البي ده هو يقصد بيه الرقم اللي جنب الاكس، الرقم اللي جنب الايه؟ الاكس. طيب انا عندي جنب الاكس كام؟ بالاشاره هي بوزيتيف 7، ملهاش لازمه انك تكتب بلس، اكتب 7 بس، يبقى 7 بعد كده ايكوال، ما تنساش حته ايكوال دي. طيب يلا بينا بعد كده 12 وادوس ايكوال، حلو كلام؟ بعد كده هتدوس ايكوال تاني، يعني بعد ما تدوس 12 ايكوال وتخش جوه كده هنا هتدوس ايكوال، هيدي لك كده على جنب يقول لك الاكس 1 ماشي، ويدي لك على جنب كده اكس 2. طيب المساله دي هتطلع حضرتك الاكس 1 بنيجاتيف 3. ياه. طيب تعالى نكتبها كده هنا على جنب اهي، اكس 1 بنيجاتيف 3 والاكس 2 بكام؟ بنيجاتيف ايه؟ 4. طب يا مستر انا عندي الاله طلعت العكس، يعني طلعت اكس 1 بنيجاتيف 4 والاكس 2 بنيجاتيف 3. عادي شغال يا وحش، انت زي الفل ما تقلقش. طيب انا ساعتها هحضر نفسي اعمل براكتين جمال كده، اتفقنا؟ يلا بينا، اكس باور 2 فهكتب هنا اكس وهنا اكس. طلعت لي على الاله كام قلت لي؟ طلعت لي نيجاتيف 3، يبقى انا هكتبها العكس تبقى بلس 3، بكتبها بعكس الاشاره اوعى تنسى. طيب هنا طلعت لي نيجاتيف 4 فهكتبها بلس 4. ما اعتقدش ان فيها مشكله، خلي بالك يعني انا مش شايف ان فيها مشكله بصراحه. تاني يا مستر عملت ايه؟ جبت الاله مود 53 او مود 33 حسب نوع آلتي، حطيت الاي ب 1 1 ايكوال 7 ايكوال 12 ايكوال، طلع لي اكستين نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4، انا بكتبهم جوه البراكت بعكس الساين بعكس الاشاره. ما اعتقدش ان في مشكله لحد هنا. طيب تعالى معايا بقى في اللي بعده، factorizing trinomial in a form ax باور 2 plus bx plus c. خلي بالك الاول حته في الدرس الثاني كان عندك ان ايه؟ ان دايما هنا بيبقى ب 1، يعني دايما الاي ب 1، يعني ما فيش حاجه جنب الاكس باور 2 كانت فاضيه، تمام؟ انا عندي بقى الشكل الثاني او الجزء الثاني من نفس الدرس كان بيحكي لك ايه؟ يقول لك لو الاي مش ب 1 يعني ممكن تبقى اللي جنب الاكس باور 2 دي تبقى 2 او 3 او 7 او 9 او 12 او نيجاتيف 1 او نيجاتيف 4 ايا كان. احلها ازاي يا مستر؟ تعالى معايا، نفس الاله والله العظيم وما لك عليها حلفان اهو، نفس الاله بالظبط اهو. هكتب لك ادي الاي وشرطه وادي بي، بكتب لك منظر الاله عامل ازاي اهو، ادي البي وادي السي.
طيب بص يا باشمهندس، انا هطلع معاك الاله زيك اهو. يلا بينا عشان نمشي مع بعض خطوه خطوه. ادي المود وادي الكالكوليتر. يلا بينا. بص يا باشمهندس، انا عندي الاي بكام؟ ب 3، فانا هكتب 3 ايكوال. هتلاقي البتاع الاسود ده راح على البي. انا عندي البي بكام؟ ب 14، فهكتب 14 ايكوال. بعد كده عندي سي بكام؟ 15. ادي 3 ايكوال 14 ايكوال 15 ايكوال. ادوس ايكوال، طلعت الاولى بكام؟ اكس 1 اهو، هكتبها لك على جنب. اكس 1 ايكوال نيجاتيف 3، والاكس 2 بكام؟ ب نيجاتيف 5 اوفر 3. طيب تعالى معايا واحده واحده بقى. انا هحضر نفسي. اول حاجه هعمل البراكتين الجمال، وادي اكس وادي اكس. خلي بالك انت ممكن ترتيب الاكسات يطلع مختلف، يعني انت ممكن تبقى دي الاكس 1 ودي الاكس 2 عادي، انت زي الفل مش هنختلف. طيب وخلي بالك البراكتات لو اتبدلت عادي برضو انت زي الفل، لان ده بينهم تايمز. التايمز ما بيختلفش يا جماعه، نفس الكلام هنا بينهم تايمز يعتبر، بس انا مش لازم اكتبه. طيب يلا بينا. اول واحده نيجاتيف 3، مستر علمني خلاص بقى دي نيجاتيف يبقى هكتبها بلس ايه؟ 3 يا جماله. تعالى معايا في الثانيه بقى. انا عندي تلعب معايا فراكشن، اول ما تطلع معايا فراكشن يا باشمهندس بتعمل ايه؟ شايف اللي تحت ده بيتكتب جنب الاكس. طيب وشايف النيجاتيف ده يا شباب بيبقى بوزيتيف، بكتبه بعكس الاشاره. يبقى في الفراكشن عندي اللي تحت بطلعه فوق جنب الايه؟ جنب الاكس، تمام؟ واللي فوق بينزل بعكس الاشاره، يعني اللي هو لو نيجاتيف ينزل ايه؟ بوزيتيف. الله. وده كان الدرس الثاني كله، ده الدرس الاول اهو، وده الدرس الثاني اللي هما الجزئيتين دول. تمام؟ يعني كده خدنا كام نوع؟ ادي 1 2 3. اوعى عينك تغفل مني. صح صح معايا ها؟ طيب يلا بينا نكمل. بص يا باشمهندس، انا عندي بعد كده خدنا حاجه اسمها فاكتورايزنج ا بيرفكت سكوير. ده بجد جميل قوي. البيرفكت سكوير ده في الشياكه منه لطيف. انت ممكن تحله من غير آلة وممكن تحله بآلة. طيب انا بحب بصراحه يعني ايه اعلمك حاجه كده يعني بالحب كده، ما تبقاش كده يعني. طيب بص يا باشمهندس، لما تيجي حضرتك تكتبها على الآلة، ماشي واحده واحده. يلا بينا. انت قول لي اهي، ادي الاي وادي البي وادي السي، ما يهمكش. يلا بينا. يلا يا وحش. الاي بكام هنا؟ ب1. الله. البي بكام؟ 14. شاطر. السي بكام؟ انت معايا ما تبقاش فلاح، تبقى 49. في مشكله لحد هنا؟ طيب يلا بينا. لما اجي اكتبها على الاله تديني كام؟ هتديني نيجاتيف 7. هيقول لك كده اكس ايكوال نيجاتيف 7، وتمشي خلاص كده. لما تيجي تدوس ايكوال تاني مش هيبقى فيه اكس 2. هتقول لي الله يا نهار ازرق يا مستر، انت متعودني ان في براكتين. يا اذكى واحد في الدنيا. بص يا باشمهندس، لما يكون مديني اكسايه واحده يبقى انت تعرف ان ده بيرفكت سكوير. بيرفكت سكوير يا جماعه يعني براكت عليه باور 2، يعني يعتبر براكت تايمز نفسه. براكت تايمز ايه؟ نفسه. بس احنا عشان احنا كبار الحمد لله يعني ربنا كرمنا، فاحنا نخليها باور 2. طيب يلا بينا. ادي الاكس تنزل. نيجاتيف 7 يا اخواتي تبقى ايه؟ بلس ايه؟ بلس 7. شياكه. انا بصراحه يعني شفت المنظر اتخضيت. تحفه. طيب في مشكله لحد هنا؟ والله العظيم خلصت. انت نفسك ما بتصدقش، يعني انت قاعد بتقول لي يا مستر يعني بس كده هي دي القصه يعني؟ اه والله هي دي القصه. طيب تعالى نكمل. بص يا باشمهندس، تعالى نحل الثانيه. يلا بقى انت من نفسك بقيت معلم. ادي 9، واوعى تنسى نيجاتيف 30. يعني لما تيجي تكتب عليها تكتب 9 نيجاتيف 30، وتكتب السي بكام؟ ب 25. الله. وتدوس ايكوال الرايقه. تمام؟ هتطلع معاك رقم كده مش الطف حاجه يعني. هتطلع معاك نيجاتيف 5 على 3. حلو الكلام؟ مستر علمني قال لي وانا بخاف من الكلام ده يا باشا. قلت لك اللي تحت يتكتب جنب الاكس فوق، يعني 3 اللي تحت دي تتكتب فوق جنب الاكس فتبقى 3 اكس. طيب ده نيجاتيف انزله ايه؟ سوري هتطلع معاك 5 على 3. متاسف، هتطلع معاك 5 على 3. تمام؟ تعال نمسح كده عشان ايه؟ ننسى اللي حصل. يلا بينا نرجع تاني لموضوعنا اهو. ماشي يا باشمهندس؟ يلا بينا. فانا عندي 3 اللي تحت دي هتطلع فوق ايه؟ زي ما هي، ماليش دعوه اذا كانت بوزيتيف او نيجاتيف، اللي تحت بيطلع فوق جنب الاكس. طيب اللي فوق ده ايه؟ مش 5؟ يلا بينا يتكتب بالماينس 5، وما ننساش البراكت باور 2. في مشكله؟ طيب يا جماعه في ناس ممتازه تقول لي يا مستر انا عايز حاجه غير الاله، انا عايز ابقى متميز وسط اصحابي، ابقى عارف طريقتين مش طريقه. بصوا يا جماعه، البيرفكت سكوير دايما بيبقى ليه فاكتورايز سهل جدا. ازاي؟ عارف بتعمل ايه؟ هقول لك. تعال نحلها بالطريقه العاديه. ادي هعمل براكت عليه باور 2. اول حاجه انا بعمل ايه؟ بجيب روت الاول اللي هو روت ال9 كام؟ 3، والاكس اهي تنزل. في مشكله؟ طيب هنا ماينس تنزل ماينس. روت 25 كام؟ ب 5.
مش دي هي دي؟ بس والله يعني يا مستر انت عملت ايه تاني؟ معلش انت بس حسيت ان انت ايه خطفتني في السؤال. بص كده انا عندي 9 اكس باور 2، روت ال 9 اكس باور 2 بكام؟ روت ال 9 كام الاول؟ ب 3 والاكس باور 2 نزلت اكس. حلو كلام؟ هي الميدل تيرم عندي كام؟ ماينس، فبنزلها ماينس زيها مفيش اختلاف. بجيب روت التاني روت 25 بكام؟ ب 5 واقفل البراكيت وعليها باور 2 بس. والله انا بعد ما اتكلمت هتقول لي يا مستر لا لا بالقلق احلى. انا عارفك انت انسان اصلا كسول، يعني انا واثق تتفرج عليا وانت قاعد على السرير نايم مريح. حاجه في منتهى العبث يعني. انت ايه ده يلا؟ ياه يلا كمل يا عم. طيب يلا بينا. انا عندي بقى يا جماعه السؤال اللي بعده او النوع الجديد اللي احنا عارفينه او اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي اسمه difference between two square. يعني ايه difference between two square؟ انا مش عايزك جاهل، يعني مش عايزك ايه على الله كده حافظ مش فاهم تك تك اي كلام، لا افهم. difference يعني في ماينس، between يعني بين، two square يعني حاجه ليها سكوير روت وحاجه ليها سكوير روت. صعبه؟ لا سهل. على فكره ممكن تحلها بالاله بس مش هعلمك بالاله، والله بجد دي سهله قوي يعني حرام. يلا بينا. انا اول ما الاقي يا جماعه ماينس والاقي حاجه ليها روت ورقم ليه روت اقوم عامل براكتين كده رايقين. طيب يلا بينا. بص يا باشمهندس انا عندي 4 اكس باور 2 عشان خاطر هعمل روت الاولى، هعمل روت الايه؟ الاولاني اهو. طيب روت الاولاني روت ال 4 كام؟ 2 والاكس باور 2 تنزل ايه؟ اكس. هنا 2 اكس وهنا 2 اكس. طيب روت ال 25 بكام؟ ب 5 فهكتب هنا 5 واكتب هنا 5. ادي بلس وادي ماينس. بذمتك صعبه؟ طب انت انسان تعبان في دماغك لو شايف ان ده صعب انت محتاج تتعالج. مستر نعم اخلص عايز ايه؟ انا عايزها بالاله بصراحه، اصل انا يعني ايه انا لو فكرت والعياذ بالله دي حاجه غلط. تعالى بالاله يا بيه. نفس الاي وادي البي وادي زفته الطين السي اهو يا عم. انا عندي الاي انا معودك هو دايما الرقم اللي جنب الاكس باور 2 والبي الرقم اللي جنبه اكس بس والسي الرقم الساده. طب تعالى معايا انا عندي الاكس باور 2 هنا جنبيها كام؟ 4. الله. طيب ركز معايا بقى انا عندي البي هو فين اكس يا جماعه؟ مفيش. انا عندي اكس باور 2 اهي تمام كتبت جنبيها 4. طب انا عندي اكس هنا لا، فانا هخلي البي بزيرو. اخلي البي بكام؟ بزيرو. الله. والسي بكام؟ بالنيجاتيف 25. على فكره لو نسيت الاشاره يعني انا مش عارف اقول لك ايه. انا اكتر حاجه اكرهها في حياتي ان حد ينسى الساين او يتلخبط في ساين. بحس ان انت كده ايه يعني على الله، يعني انت كده كده كلنا على الله بس مش الدرجات دي يعني. بعد اذنك خليك بني ادم، حسسني ان انت انسان. الموضوع صعب بس جرب والله صدقني الموضوع هيفرق معاك. طيب تعالى معايا بقى. لما تيجي تكتبها على الاله وتدوس ايكوال هتطلع معاك ايه؟ مره نيجاتيف 5 على 2 ومره 5 على 2. الله يا مستر ده انت قلت لي ان نيجاتيف 5 على 2 ده اللي تحت بيتكتب جنب الاكس اهو يا اخويا، ونيجاتيف 5 تنزل بوزيتيف 5. الله. اللي بعده انا عندي 2 تتكتب ايه برضو وهنا 5 نزلتها نيجاتيف او ماينس 5. في مشكله لحد هنا؟ اتمنى ما يكونش في مشكله، اتمنى يعني. وخليك فريش كده الموضوع سهل. اخر حاجه بقى وللاسف انت هنا هتضطر تقفل الاله. بالمناسبه بتحب ترجع الاله تاني من المنظر ده عشان انت كل ما تدوس اون او تقفلها وتفتحها ترجع لك كده. ممكن تعملها مود 1، تعمل مود 1 ترجعها آلة عاديه خالص. طيب انا عندي يا جماعه سادس نوع عندي السم اند difference between two cubes. الله يا مستري. السم والديفرنس between two cubes ده للاسف انت هتضطر تشغل دماغك وانا والله ما كنتش عايز كده بس يعني احنا مضطرين فاهمني يعني للاسف. فركز معايا. اول ما تلاقي يا معلم اكس باور 3 وحاجه ليها كيوبيك روت كده وحاجه ليها كيوبيك روت كده تقول لي بس يا عمي اعمل ايه؟ هتعمل براكت صغير وبراكت ايه؟ كبير. براكت صغير وبراكت ايه؟ كبير. طيب بص يا باشمهندس انا عندي 8 اكس باور 3 ماينس 27 الاولى دي مش ليها كيوبيك روت؟ ليها كيوبيك روت صح اللي هو كام؟ 2. لما انت طبعا مش عارف حاجه انت في اللالا لاند. كيوبيك روت ازاي تجيب كيوبيك روت؟ تعمل شيفت روت على الاله وتكتب 8 هتديك 2 يبقى 2 اكس. طبعا الكلام مش لكل الناس. يبقى 2 ايه؟ 2 اكس ماينس تنزل ماينس. كيوبيك روت 27 بكام؟ ب 3. الله. طيب تعالى معايا بقى. البراكت الكبير يا جماعه انا بطلعه من البراكت الصغير. انا خلاص كده المساله يعتبر ما بقتش ليها اي لازمه خلاص كده باي باي. انا بطلع براكت كبير من براكت الايه؟ الصغير. يلا بينا. الاول باور 2. الاول باور 2 يا جماعه 2 باور 2 بكام؟ ب 4. اكس باكس باور 2. اروح بعيد شويه بلس. باشمهندس ايه يا باشا؟ البلس دي ثابته؟ ثابته ما بتتغيرش. دي هنا ماينس يا مستر ده ماليش فيه هي بلس ماليش فيه تمام. دي دايما بلس. اذا كان هنا ماينس بلس حمص هتكتب هنا بلس. طيب التاني باور 2 3 باور 2 ايكوال كام على الاله؟ ب 9. ممتاز. طيب تعالى معايا بقى.
انا الترم اللي في النص ده هو ده الشغل كله. انا هنا ماينس يا جماعه بعكس الساين، يعني هنا ماينس اخليها ايه؟ بلس. يلا 2 تايم 3 تدينا كام؟ 6 اكس. 6 كام؟ اكس. مساله تبقى زي الفل، ما عندكش اي غلطه. اللي بيصحح المساله هيشوفها هيتبسط بيك جدا. تمام؟ اتمنى تكون فهمت معايا الست انواع بتوعنا. تمام؟ وطبعا لسه في باقي، ما تتخضش. وخلي بالك انا هبدا ايه، انا بدات بشرح لك كل نوع وبحل عليه مساله، بشرح يعني بقول كل نوع بمساله. تمام؟ بعد كده هبدا بقى ايه، احطك قدام الطريق بقى. تمام؟ هنعمل مسائل ميكس، انت بقى تنقي تعرف تحل بأي طريقه. اتفقنا؟ طيب يلا بينا اكمل لك. فاكتورايزنج باي جروبنج. فاكتورايزنج باي جروبنج ده خلي بالك على قد ما هو سؤال جامد، على قد ما هو ملوش اي لازمه. يعني ايه ملوش اي لازمه؟ انا هقول لحضرتك. يعني دلوقتي يا باشمهندس ده ليه كذا طريقه حل. انا ممكن احلها بطريقه، انت ممكن تحلها بطريقه، عادي مفيش اي مشكله. فدايما الاسئله اللي بقى ليها كذا طريقه حل بتبقى ايه، مستبعده من الامتحان. بس احنا كده كده بنتعلم كل حاجه، انا جاي عشان اعلمك، دي حاجه ليك انت. فاهم قصدي؟ جت خير وبركه هعرف احلها، ما جاتش يا عم زي الفل، اديك اتعلمتها وتبقى انت برضو ايه، بتمرن مخك. فاهمني؟ انت عارف الجيم اللي انت بتمرن نفسك وجسمك، او الماث ده بالنسبه لك اعتبره انت بتمرن مخك. طيب تعالى معايا، يلا بينا. فاكتورايزنج باي جروبنج. فاكتورايزنج باي جروبنج ده يا جماعه ازاي اعرفه؟ ازاي اعرف يا مستر ان ده فاكتورايزنج باي جروبنج؟ ده اسهل حاجه في الدنيا، هتلاقي 4 ترمات. فاهم قصدي؟ يعني طالما هو 4 ترمات، يعني 4 تيرمز، يبقى ده على طول كده ايه؟ فاكتورايزنج باي جروبنج. ادي 1 2 3 4. طيب بص يا مستر، انا بصراحه يعني انا بفضل ان انا ممكن اعمل براكتين كده اهو بالمنظر ده. خلي بالك الموضوع دايما مش بيبقى ناجح، ماشي؟ يعني مش دايما بيبقى كده، ساعات بيبقى الترمات مش زي بعض. يا عم انا مش عايز احرق عليك المفاجاه، كده كده في اسئله تحت هنشوف كل الافكار فيها. طيب يلا بينا. اكس باور 3 بلس 6 اكس باور 2، فين عامل مشترك؟ فين الكومن فاكتور؟ يا مستر انا عندي حرف متكرر. انت ولد جامد مالكش حل، الله اكبر عليك. طب اختار اكس باور 3 ولا اكس باور 2؟ المستر قال لي انا بختار اصغر باور. اصغر باور كام؟ اكس باور 2. وافتح براكت. يلا 3 اكسات معايا 2 بره، يبقى كام؟ اكسايه واحده بلس اكس باور 2 بره، انزل مين؟ ال 6. في مشكله لحد هنا؟ طيب ركز معايا عشان الفخ كله هنا. الفخ كله ايه؟ هنا. خلي بالك انا هاخد النيجاتيف 4 كومون فاكتور. خدت بالك انت من كلمه نيجاتيف 4 دي؟ ماشي؟ عشان بس ايه، يعني ما تتخضش. نيجاتيف 4 كومون فاكتور. طيب تعالى معايا بقى. فانا لما اعمل نيجاتيف 4 ديفايدد نيجاتيف 4 اكس هتدينا كام؟ هتدينا اكس هي عاديه جدا. طيب ركز معايا في اللي جايه بقى. نيجاتيف 24 لما اعمل لها ديفايدد نيجاتيف 4 تدينا كام؟ تدينا بوزيتيف 6. صعبه؟ معلش هي مساله تقيله شويه، وخلي بالك لسه ليها شغل تاني. يعني مش يعني انت لو تقف لحد هنا مش هتاخد الدرجه كامله، لازم ايه، تمكيجها. امكيجها ازاي؟ بص كده معايا، مش انا عندي براكت متكرر يا شباب؟ يلا يا باشا اكتبه بره، ادي اكس بلس 6. ماشي؟ وهنا هنكتب المتبقي. مين متبقي؟ اكس باور 2 وماينس 4، يبقى اكس باور 2 ماينس 4. نوع تقيل بصراحه، رخم. طيب ادي ايكوال. خلي بالك المساله ما خلصتش. ما هو هنا بقى لما تيجي حضرتك تحل كذا مساله، مسائل كتير جدا من الفاكتورايز، هتبدا عينك تعرف تلمح السؤال تقول لك لا دي لسه، دي كده خلصت ولا لسه هتكمل. اتفقنا؟ طب بص كده معايا. طب مستر هي ليه هتكمل؟ ما انت خلي بالك الاولاني ده ما فيهوش حاجه يتعمل، هينزل زي ما هو، صح كده؟ طيب التاني بقى هو اللي قصته حزينه. يا مستر اكس باور 2 ماينس 4، المنظر ده انا عارفه. الاكس باور 2 ليها روت وال4 ليها روت وبينهم ماينس، يبقى انا كده ترجمت في دماغي ايه؟ ان هي يتعمل لها difference between two square، صح كده ولا لا؟ مش قلت لك difference يعني ماينس؟ اهي الماينس. تمام؟ وقبلها حاجه ليها روت، اكس باور 2 ليها روت تبقى اكس واكس، صح؟ تاني حاجه ال4 اللي هي بعد الماينس على طول اللي هي ايه؟ ال4. ال4 ليها ايه؟ روت 2. طيب تعالى معايا، يبقى انا هعمل براكتين جداد اهو. فهتبقى اكس وهنا اكس، تمام؟ روت ال4 ب 2 و2 ومره بلس ومره ماينس. ما اعتقدش ان في اي مشكله لحد هنا. ماشي يا باشمهندسين، نرجع بقى نكمل موضوعنا تاني. فاكتورايزنج باي كومبليتنج سكوير، بجد ده من ابشع الدروس بجد. يعني كانت الدفعات القديمه لما كانت في ثانيه اعدادي وعليها الكلام ده، بالمناسبه الكلام ده كان في ثانيه اعدادي السنه اللي فاتت بياخدوه الترم الثاني. فانت من حظك ونصيبك ان انت هتاخده في البدري كده بالمنظر ده. بس كان الدرس ده يعني معظم السنين كان بيتلغي. على رزقك
مش هيتلغي انا عارف، عشان انتوا دفعه ما شاء الله يعني سالكه في السلكان كده في التعليم، مش قادر اقول لك. طيب بص يا باشمهندس، انا عندي تامن نوع وده اخر نوع عندي اللي هو فاكتورايزنج باي كومبليتنج سكوير. طيب كومبليتنج يعني ايه يا جماعه كومبليتنج سكوير؟ من الاخر كده الراجل ده بيديني ايه ترمين وبينهم بلس، يعني خدت بالك انت الفرق بينه وبين الديفرنس بين التو سكوير، هتلاقي ان ده ماينس وده بلس، ده بجد. طيب فانا بالتالي هضطر اجيب له ميدل تيرم وازوده واعمل فاكتورايز ومكيجها وبتاع، قصه حزينه. تعالى معايا كده يلا بينا. انا عندي يا جماعه الفيرست تيرم اهو، وده الثيرد تيرم. اجيب الميدل ازاي؟ على جنب اهو، بص على بعيد خالص اهو والله. ادي الميدل تيرم. الميدل تيرم يا جماعه من البيرفكت سكوير لو انت فاكر وشاطر، ادي بوزيتيف نيجاتيف. انا بص بقى ده العك بقى، دي قله النوم بقى والله العظيم. ايه وجع البطن اللي انا كاتبه ده؟ بص يا باشا، لا تعالى انت احسن. بوزيتيف نيجاتيف 2 تايمز روت الاول تايمز الثيرد اللي هو الثالث. طيب تعالى معايا بقى، فكر معايا بالعقل. انا هنزل دي كده 2 زي ما هي تايمز روت الفيرست بكام؟ 64 اكس باور 4 تايمز الثيرد اللي هو كام؟ واي باور 4. انا علمتكم طريقه سهله قوي تعرف تكتب بيها على القلم من غير ما تغلط، من غير ما ايه؟ ما تغلط. طيب تعالى معايا كده، انا هكتب على الاقي يا مستر، بص انا هجيبك على جنب كده تبقى 2 تايمز روت، انا بكتب اللي جنب الحرف. مين اللي جنب الحرف هنا؟ 64 تايمز مين اللي جنب الواي باور 4؟ 1. احسبها على الاقي تدينا كام؟ ادي كده 8 و2 تبقى 16. حلو الكلام؟ طيب يا مستر اوعى تنسى الحروف، هيطلع لك على الاقي 16 صح؟ فانا اكتب له 16 هنا. ماشي؟ يلا بينا. الحروف يا جماعه عشان تخرج من تحت الروت لو هو سكوير روت، بجيب نص الباور، بقسم الباور على 2. يعني انا عندي ال 4 ديفايدد 2 تدينا كام؟ 2، يبقى اكس باور 2. طيب انا عندي برضو واي باور 4 فتبقى واي باور كام؟ واي باور 2. طيب بص يا مستر، انا عندي الميدل تيرم ده بعمل فيه ايه بقى؟ بزوده مره، اتفقنا؟ وانقصه مره. يا مستر احنا هنلعب ولا ايه؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، لازم ازوده مره وانقصه مره. طب ليه؟ ما انا بزوده واحل عادي. لا يا باشمهندس، انا بزوده وانقصه عشان خاطر ما اغيرش من شكل المساله. انا لو زودته بس يبقى انا كده غيرت من شكل المساله والمساله بقت غلط. لا، انا بحط التاتش بتاعي. فدي ميزه الماث بقى، ان انت بتماكج المساله، بتزود حاجه وتنقص حاجه وبتشتغل عادي. طب تعالى معايا يلا يا باشمهندس، انا هرتبها بقى يلا. 64 اكس باور 4. انا دايما باخد الترم البوزيتيف اللي هو ده بلس 16 اكس باور 2 واي باور 2 بلس واي باور 4 ماينس التاني بقى ده اهو. ترتبتها ليه يا مستر كده او غيرتها ليه؟ يا ده عشان اقدر اعمل فاكتورايز ذات بيرفكت سكوير. مش ده ليه روت وده ليه روت وده ميدل ترم، اقدر احلها على طول. تحلها ازاي بقى؟ بص كده اهو، براكت باور 2. يلا روت الاول بكام؟ ادي 8 اكس باور 2. بناخد اشاره الميدل تنزل وانزل دي. واي باور 4 الروت بتاعها كام؟ نص الباور فتبقى واي باور 2. ودي ماينس 16 اكس باور 2 واي باور 2. والله العظيم انت يعني انا واثق ان انت بتشتم دلوقتي وبتشتم المساله وبتشتم التعليم وبتشتم تاني اعدادي، ماشي؟ بس انا ما عنديش دليل عامه، يعني فاهم؟ يعني انا واثق ان انت بتشتم بس انا ما عنديش دليل، انا مش شايفك. طيب معلش استحملني، ده اصعب نوع وارخم نوع بس يعني، ونادرا لما بيجي، بس انا بامن نفسي برضو. قلت لك انا بعلمك باحتياطي، تمام؟ طيب تعالى معايا مستر، انا برضو واد شواف. الكلام ده بعد ما تحل بقى مسائل كتير تبقى واد شواف بجد في المساله دي. يقول لي ايه؟ يقول لي يا جماعه انا عندي ده ليه روت. ليه روت يا عم، مش هو براكب باور 2؟ يعني اقدر اعمل له روت صح؟ طيب واطيره. وهنا نفس الكلام، ال 16 ليها روت والاكس باور 2 ليها روت والواي باور 2 ليها روت، فخلاص يبقى انا كده اقدر احلها الديفرنس بين 2 ايه؟ 2 سكوير. طيب يلا بينا، انا هنزل ده 8 اكس باور 2 بلس واي باور 2، وهنا 8 اكس باور 2 بلس واي باور 2. طيب تعالى معايا بقى، الماينس 16 دي يا شباب لما اجيب روت بتاعتها فتبقى مره 4 اكس واي ومره 4 اكس واي، وهنا مره بلس وهنا مره ماينس. في مشكله لحد هنا؟ وانا خايف يكون في مشكله، يعني هو اكيد في مشكله، يعني بصراحه مش هكدب عليك المساله شكلها جعر، بس معلش يعني دي حاجه انت لازم تتعلمها وحاجه احنا مجبرين عليها. انت تاخدها باحتياطي بنسبه 90% والله ما بتيجي تمام، بس انا بامنك باحتياطي، ده درس عليك فلازم ادرسه لحضرتك. هيجي لك فيه تقييمات، هي ممكن يجيبوا لك في امتحان الشهر الجاي، محدش عارف، فانا بامن نفسي عشان انت تبقى في السليم وانا فين؟ في السليم برضه.
وربنا يستر. طيب تعالى معايا يا باشمهندس بقى كده ننزل نكمل مع بعض، نبدا بقى ايه نتمرن. يعني ايه نتمرن؟ هناخد بقى ايه اسئله ميكس، اللي نلاقيه قدامنا نحله وخليه على الله. طيب بص يا باشمهندس، انا لما اجي احل مساله زي كده هحل ازاي؟ يلا بينا فاكتورايز. اول حاجه انا عندي اكس باور اكس بلس 4 اول باور 2 بلس 3 اكس باور بلس 4. طب واحده واحده. مستر انا خدت بالي من حاجه، اكيد ده جريتست كومن فاكتور، اصلا مش هيفتري عليا بالمنظر ده. طب افكر ازاي بقى فيها؟ تعالى اقول لك. بص يا باشمهندس، هو انا عندي البراكت ده متكرر صح؟ الباور 2 ده معناه انه براكت تايمز نفسه، براكت تايمز ايه؟ نفسه. فبالتالي ان انا لو خدته بره مره واحده هيتبقى مين؟ تعالى كده معايا بقى يلا نراجع. اي اكس بلس 4 اول باور 2 لما اخد منه، انا عندي براكت خدت منه واحد يتبقى واحد، مش هما اتنين فوق اهو؟ هما اتنين في المساله، انا خدت واحد بره يتبقى واحد جوه اهو، اكس بلس 4. طيب يلا بينا اكمل. بلس تنزل دي بره هنا صح؟ اللي انا قصدي على البراكت، ها البراكت هنا يا جماعه بره، فيتبقى مين؟ 3. ادي 3. ابسطها يا عم عشان يبقى شكل شياكه، يبقى اكس بلس 4 وهنا اكس 4 بلس 3 كام؟ 7. صدقني والله ما صعبه. انت عملت ايه يا مستر؟ انا عندي براكت عليه باور 2 بلس 3 في نفس البراكت. طب ما هو براكت باور 2 وهنا عندي نفس البراكت ده متكرر، طب اخد البراكت. بس انا فكرتك، فاكر لما كنا بناخد الجريتست كومن فاكتور قلت لك كنا بناخد اصغر باور من الحرف، فانا هعتبر ان ده حرف. مين الباور الصغير بتاعه؟ اللي عليه 1 ولا اللي عليه 2؟ اكيد اللي عليه 1 اهو. يلا انا عندي 2 منه، في واحد منه بره يبقى انا هحط واحد منه جوه، بلس انا عندي واحد هنا اهو مرمي هنا يبقى مين؟ ال3. تعال نبسط بقى ونماكج، دي تنزل زي ما هي 4 بلس 3 كام؟ 7. وادي ده اني فلحته. طيب يلا بينا. تعالى معايا عشان خلي بالك انا هبدا اكشف لك عن حاجات وانت بتحل، فركز معايا هتفرق معاك جامد. طيب تعالى معايا بيقول لك ايه؟ 5x باور 2 minus 20x minus 105. يا باشا على الاله اهو يا مستر اهو، ها يلا بينا. تعالى معايا يا عم على الاله، انا هسمعك للاخر. خلي بالك الاسئله جديده عشان انت بس ايه داخل شايف الدنيا سهله. ادي 5 ايكوال والنيجاتيف 20 ايكوال والنيجاتيف 105 ايكوال. تاني الاي بكام؟ ب 5. البي بنيجاتيف 20، اوعى تنسى النيجاتيف. والسي بكام؟ بنيجاتيف 105. ادوس ايكوال تطلع كام؟ بنيجاتيف 3. فانا هكتب اكس بلس 3 وادوس ايكوال تاني. اكس هتطلع ب 7 صح؟ فهكتبها بالعكس تبقى ماينس 7. هسأل نفس السؤال يا مستر، انا عايز اتاكد ان انا اجابتي صح. بص كده يا باشمهندس، لو جيت فكرت معايا، انا مستر لما قعدت مع نفسي كده وانا براجع بعد ما حليت المساله، لقيت ان لما قلت افك البراكت ده يمكن يطلع اهو. بص كده، اكس تايمز اكس هتدينا كام؟ اكس باور 2 صح؟ لما اعمل اكس تايمز اكس هتدينا اكس باور 2. هو هنا اكس باور 2 يا جماعه؟ لا يا مستر، ده هنا 5. هنا ايه؟ 5. يلا بينا يا باشا، طالما هي 5 يبقى انا هكتبها بره ايه؟ 5. ايه يا مستر كتبتها 5 ليه؟ عادي يا باشمهندس، عشان خاطر لما اعمل اكس تايمز اكس هنا اكس باور 2 وفي 5 بره، فبقى انا كده ماشي في السليم. هي ال5 اختفت مبدئيا، انا بدات اخاف، ربنا يستر. بص كده، همسح الحته دي كده عشان نشوف كويس ونرجع تاني نكتبها وان شاء الله خير. نسمي بسم الله، هوبا اتكتبت ان شاء الله، ما تتمسحش لوحدها تاني عشان بدات اخاف بجد. في مشكله حد هنا؟ طيب ما اعتقدش ان احنا عندنا اي مشكله. تعالى معايا بقى يا باشمهندس في اللي بعدها. ازاي اقدر احل مساله؟ بيقول لي نيجاتيف اكس باور 2 بلس 3 اكس بلس 10. بص يا باشمهندس، انا عشان احل مساله زي دي انا عندي مشكله جامده. نيجاتيف اكس باور 2 دي هتضايقني شويه، تمام؟ هنحلها عادي بالاله، انا ما عنديش مشكله خالص. بس انا كان نفسي ان انا اظبطها ازاي؟ ان انا ممكن اعكس كل الاشارات دي. يعني ايه؟ يعني دي اكس باور 2 اخليها اكس باور 2، ده بوزيتيف اخليه نيجاتيف، وده بوزيتيف اخليه ايه؟ نيجاتيف. خلي بالك الاسئله دي والله يعني اسئله جديده مش سهله، فاهمني؟ بس انا بحاول افهمك الدنيا ماشيه ازاي عشان ما تتخدعش. يعني مش هديك مسالتين كده ايه يتحلوا بالقلم من على الوش كده، الله يا مستر وانت جامد وانا جامد وكلنا جامدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ده عته، مش هينفع. انا بحاول اعلمك على قد ما اقدر كل الافكار وكل التريكات اللي انا ممكن تبقى انت متغفله عنك وانت مش واخد بالك منها عشان خاطر تفوق معايا. طيب تاني، مستر انت عملت ايه؟ انا عندي نيجاتيف اكس بار 2 بلس 3 اكس بلس 10. انا لما يبقى في نيجاتيف جنب الاكس بار 2 بتوتر بتوغوش، فعشان خاطر ما توغوش بعمل ايه؟ بعكس اشارات الترمات كلها.
دي نيجاتيف خليتها بوزيتيف، دي بوزيتيف خليتها نيجاتيف، دي بوزيتيف خليتها نيجاتيف، وهعمل نيجاتيف بره واعمل براكت كده. ليه يا مستر؟ عشان ما اغيرش من شكل المساله يالا. يعني يا مستر انت قصدك بدل ما اعمل براكتين كده واسكت هعمل ايه؟ هزود نيجاتيف بره بس واشتغل مسالتي عادي. اكتب بقى يلا اللي جوه البراكت ده على الاله. والله ما مزعلك. فين الاله يا ابني؟ اهي. تعال. مفيش احلى من كده والله. يلا الايه بكام؟ ب 1. سامعك اللي هتكتب لي 3 على الاله. ها نيجاتيف 3 يا باشمهندس، مش عايز اشتم. واللي بعده 10. ادوس ايكوال تطلع كام؟ يا ساتر يا رب. ارجع تاني. نيجاتيف 10 اسف. تاني الاي ب 1، البي بنيجاتيف 3، السي بنيجاتيف 10. ركز بقى بلاش وجع قلب. ها يلا نيجاتيف 2 اكتبها ايه؟ بالبلس، بكتبها بعكس الاشاره. ها 5 اكتبها ماينس 5. الله، في مشكله لحد هنا؟ ما اعتقدش ان في مشكله ان شاء الله يعني. طيب انزل تحت تاني. يلا يا باشا احنا هنتوبك النهارده. شايف الجمال والدلال ده؟ احنا ليلتنا طين. تعالى بص يا باشمهندس. ادي اكس بلس 4 تايمس اكس بلس 3 ماينس 6. احل المساله دي ازاي يا مستر؟ مبدئيا انا هضطر افكها، بعد كده اعمل لها سمبليفاي، بعد كده اكتبها على الاله، بعد كده ايه اعمل لها فاكتورايز. طبعا انت بعد ما شفت القصه دي انا واثق انك هتقفل الفيديو. والله معلش غصب عني يا ابني، والله اسئله تقييمات والله غصب عني. اعمل ايه؟ فاستحملني. طيب تعالى معايا. يلا بينا. المستر فاكر اولى اعدادي الله يرحم ابوها؟ بتقول ايه اولى اعدادي؟ يلا كان المستر يقول لك او ميس يقول لك يلا الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني. طيب لو انت من ايجيبت يقول لك ايه؟ فيرست تايم فيرست، فيرست تايم سكند، سكند تايم فيرست، سكند تايم سكند. صح كده؟ طيب ده شغال وده شغال يعني. انا قلت ايه نجيب كل حاجه. طيب يلا الفيرست باي فيرست او الاول في الاول ادينا كام؟ اكس باور 2. يلا بينا. والفيرست باي سكند بلس 3 اكس. طيب بعد كده السكند باي فيرست يعني 4 اكس، والسكند باي سكند يعني 12 بقى. وما ننساش ال 6 يلا، ما هي دي اللي عامله لي نوش. ما تنساش ماينس 6. ما تنساش ماينس 6 اهي. الله. يلا بينا نبسط. يلا بينا. ادي اكس باور 2 بلس 3 اكس و4 اكس دول لايك تيرمز زي بعض فجمعهم. 3 و4 كام؟ 7 بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. يلا 12 ماينس 6 بكام؟ تدينا 6 فاكتبها بلس 6. يلا يا باشا على الاله. آلتك الرايقه اهو. براكتين يا باشا. يلا الاي ب 1، البي ب 7، السي ب 6. تطلع معاك اكس بلس 1 واكس بلس 6. بس كده. صعبه؟ معلش بلس تطلع معايا كده فور صغيره. ما فحققوا عليا يا جماعه. القلم لسه انا هو ما حصلش بينا كيمياء كويسه، بس قشطه يعني مساله وقت. يعني فيديوهين كمان كده ولا حاجه. طيب في مشكله لحد هنا؟ حياه حلوه؟ حلوه موت. طيب تعالى معايا خش على السؤال الخامس. يا مستر خلاص بقى طالما انا عندي 3 ترمات وجنب الاكس فيه رقم اشغل الشغل بالاله. والله ما مزعلك يا عم ولا مكسر لك كلمه. شغل الشغل يا معلمه. اهو انا عندي الاي بكام؟ ب 10. الله. والبي بكام؟ نيجاتيف 56 يا جماله. والسي بنيجاتيف 24. ادوس ايكوال. الاولى طلعت بكام؟ نيجاتيف 2 على 5. مستر قال لي اللي تحت يتكتب فوق جنب الاكس فتبقى 5 اكس، واللي فوق بنيجاتيف 2 فاكتبه بلس 2. يبقى اللي تحت يا جماعه بيتكتب فوق جنب الاكس. اما نشوف اخرتها يا رب ما تغلط فيها يا رب. اللي بعده الاكس 2 طلعت بكام عندك في الاله؟ ب 6 فعامل اكس ماينس 6. مستر انا من اول الفيديو ان انا عندي مشكله ان الاكس 1 عندك بتطلع اكس 2 عندي، واكس 2 عندك بتطلع اكس 1 عندي. يعني من الاخر كده الاكسات بتتبدل يا عم. والله العظيم عادي والمصحف عادي. هي بتختلف من نوع اله لاله. انا ماسك على فكره موبايل بحسب بيه. اتفقنا؟ فمش كل حاجه يعني مش هتختلف. احنا الاثنين صح. انت صح وانا صح وكلنا صح. اتفقنا؟ طيب يلا يا باشمهندس كمل على اللي بعده. نفس القصه. يلا يا مستر الاله بقى واحلى اله في الدنيا. اكتب لي على الاله الاي ب 1 والبي ب 14 والسي ب 49. تطلع بكام؟ هتطلع معاك بنيجاتيف 7 وتسكت الاله. مستر ده قال لي لما تطلع لي على الاله اكسايه واحده يبقى انا كده معناها ايه؟ بيرفكت سكوير. صح؟ بيرفكت سكوير يعني انا هكتب اكس وهي طلعت نيجاتيف 7 هكتبها ايه؟ بلس 7 وباور 2. بس كده. طالما طلعت لي اكس واحده يبقى بكتب البراكت عليه باور كام؟ باور 2. اديني قلتها المره الدشليار. ربنا يستر. اللي بعده. يلا يا باشا بقت لعبتك بقى. يلا يا مستر سيبني بقى يا مستر. انا هندمج. خش يا اخويا يلا. انا عندي اهو
الايه بكام؟ انا سامعك تقول لي ها. الله شاطر ب 9. البي بكام؟ بنيجاتيف 30 يا بيه، مش ب 30. لو نسيت النيجاتيف هعلقك. يبقى نيجاتيف 30. السي بكام؟ ب 25 يا جماله. ادوس ايكوال تطلع كام؟ 5 اوفر 3. يلا اللي تحت يتكتب فوق جنب الايه؟ جنب الاكس، فيبقى 3 اكس. يلا دي 5 تنزل ماينس ايه؟ 5 اول باور 2. ليه؟ عشان طلعت لي اكس 1. ماشي، طلعت لي اكس واحده. طيب تعالى معايا في اللي بعده. يا مستر بقى، يا مستر بقى، ما تصاحبني ولا ايه؟ شغل الشغل على طول يا باشا. الاله احنا لسه بنقعد نغري. يلا ادي اهو الاله. الاي بكام؟ ب 12. البي ب 36. السي ب 27. الله. تطلع نيجاتيف 3 على 2. طيب طلعت لي اكسايه واحده. نيجاتيف 3 على 2. مستر قال لي يا جماله ال2 تتكتب جنب الاكس، واللي فوق بيتكتب بعكس الاشاره، فبلس 3 وتعمل باور 2. تمشي وتسيبها، يبقى انت انسان جعر، انسان عايز تاكل 100 قلم على وشك. ما في واي باور 2 يلا. الواي باور 2 اوعى تنساها، خليها واي عشان خاطري. او النبي معلش عشان بس تظبط. طيب تعالى معايا في المساله اللي بعدها. اول ما تشوفها تقول ايه؟ يعني طبعا كده كده بعد ما تشتم في سرك انا عارف هتقول ايه القرف ده يا مستر. انت اول ما تشوفها تقول انا غش خلاص كده، يا رب اللجنه تبقى سايبه مفيش امل. لا ما تخافش يلا، انا عايزك كده تبقى اسد وانت بتحل. يلا بينا يا باشا. 7x افتح براكت 7x ماينس 10y بلس 25y باور 2. يا باشا انا عادي دي هتخش جوه بالايه؟ بالتايم هتتوزع. يلا بينا. 7x باي 7x تدينا كام؟ 49 x باور 2. الله. والماينس تنزل. 7 تايم 10 70. اكس واي تنزل اكس واي. وما انساش البراكت التالت. ايه الجمال ده يا مستر بقى؟ يلا بينا نحسب على الآلة. الايه بكام؟ ب 49. ماشي. 49 ايكوال. و بي بكام؟ بالنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 70. ها مش 70 يعني. ماشي. والسي بكام؟ ب 25. ادوس ايكوال تطلع كام؟ 5 على 7 واكسايه واحده صح؟ فهم عامل كده براكت وعليها باور 2. طيب ال7 هي تحت صح؟ مش هي 5 على 7؟ اهي 5 على 7. اللي تحت بيتكتب جنب الاكس فوق يبقى 7 اكس. تمام؟ طيب اللي فوق 5 اكتبه ماينس ايه؟ 5. اسيبها وامشي تبقى انسان جعر تاني، ما مش هزقك كل مساله بقى، يعني اتعلم من اخطائك مره يا اخي. دي واي باور 2 خليها ايه؟ واي، اللي هي واو يعني، بس بهزر. في مشكله لحد هنا؟ ما اتمناش ان يبقى عندك اي مشكله. اتمنى ان انت تبقى بخير والمساله بخير والماث بخير وانا وانت بخير. يلا بينا نخش على اللي بعده. بيقول لك ايه السؤال العاشر؟ بيقول لك ايه بقى يا باشمهندس؟ اكس باور 2 ماينس 49. دي خلاص سهله. مستر ده ماينس، واللي قبليه ليه روت، واللي بعده ليه روت. شياكه. يلا يا باشا احلى براكتين على عيونك. سامحني بقى ايه على الهرجله دي، انا هتسمح لي امسح معلش يعني لو مش هيضايقك. تمام اهو. خد سكرين شوت رايقه. يلا بينا نرجع تاني. امسح اهو. طيب بص يا باشمهندس، نرجع تاني. اكس باور 2 ماينس 49. اكس باور 2 ماينس 49. يلا يا باشا مستر قال لي اكس وهنا اكس. روت ال 49 كام؟ 7 وهنا 7 وهنا ماينس وهنا بلس. اللي بعده 8 اكس باور 3 ماينس 27. اعمل انا ايه في الوعكه الصحيه دي يا جماعه؟ يا مستر ده باور 3 وال8 دي برضو ليها كيوبيك روت. انا مذاكر يعني على حسب الدرس بتاع السكوير روت والكيوبيك روت الله يرحمه. و27 برضو ليها كيوبيك روت. الله. يبقى براكت صغير وبراكت ايه؟ كبير. هنا بقى هنركن الآلة بقى يا برنس، هنضطر نشتغل عادي احنا اسفين. طيب تعالى معايا. لو قلت لك 8 اكس باور 3 حلو الكلام، اجيب كيوبيك روت الاول يديني كام؟ يدينا 2 اكس. حلو الكلام. ماينس ماينس كيوبيك روت 27 على الآلة، يعني تعمل شيفت روت 27 ودوس ايكوال تطلع كام؟ 3. يلا بينا. البراكت الكبير هو عباره عن ايه؟ الاول باور 2 من البراكت الصغير. ها انا ده خلاص كده ماليش دعوه بالمساله. الاول باور 2 يعني 4 اكس ايه؟ باور 2. اروح بعيد شويه بلس 3 باور 2 بكام يا اخواتي؟ ب 9. يلا بينا. 2 تايم 3 كام؟ 6 اكس. مستر قال لي هنا ماينس احط هنا بلس. فانا عايز اجيب الاستيكه وامسح النقطه دي عشان ما تفتكرهاش ديفايدد. يعني انت لو افتكرتها ديفايدد انا ممكن يجرى لي حاجه والمصحف اهو. ادي ماينس ايه؟ وادي السهم اهو يا عم. اها. مش عارف ايه ده بس يلا شغال.
طيب نكمل يا باشا، اوعى تفتكر ان انا خلصت، اوعى تنمل، احنا ليلتنا طين لسه. يلا بينا. خلاص يعني ما اعتقدش في حاجه اجمد من كده. ركز معايا، بيقول لك ايه؟ 16 اكس باور 2 ماينس 9 واي باور 2. يا باشا سهله والله. اكس باور 2 واي باور 2، 16 دي ليها روت 9 ليها روت بينهم ماينس ذا ديفرنس بتوين 2 سكوير. عايز تحلها على الاقل انت عسل، عايز تحلها عادي انت برضو عسل. يلا بينا. احل بقى اهي. انا هحلها من غير آلة بصراحه. روت ال 16 كام؟ 4 ما انساش الاكس، و4 ما انساش الاكس. روت ال 9 كام؟ 3 واي و3 واي. الله، دي ماينس، انا اسف انا بحط واحده ماينس وواحده بلس، خلاص كده شكرا. طيب اللي بعدها بقى كومبليتنج سكوير ده على طول، طالما تلاقي منظر منتن كده وغريب اول مره تشوفه، عايز تبقى فاهم يعني. الحمد لله على كل حال. المنظر ده يا جماعه بيتكلم عن ايه؟ عن حاجه اسمها كومبليتنج سكوير او بيرفكت سكوير بمعنى صح، كومبليتنج سكوير. طب تعالى معايا، اول حاجه اجيب ميدل تيرم على جنب، يلا 2 تايمز روت الفيرست تايم ثيرد. انا عارف ان خطي تحفه، سامحني معلش. يلا فهتبقى 2 تايمز روت الاول بكام؟ 4 اكس باور 4 تايمز 1. هكتب على الاقل ايه؟ اهو بيني وبينك هو ده في الكواليس، دلوقتي قاعد نايم كده مريح على الكنبه ولا السرير، وجنبك النسكافيه برد منك اصلا، وماسك الاله وقاعد عمال تتفرج كده. طيب تبقى 2 تايمز روت 4، مش هكتب الاكس يا حيوان، تايمز 1. هحسبها على تطلع كام؟ 4. طيب اكس باور 4 دي هتبقى اكس باور كام؟ نص الباور كام؟ 2. فانا هزود بلس اكس 4 اكس باور 2 ماينس 4 اكس باور 2. اللي بعده اكملها بقى، فهتبقى 4 اكس باور 4 ماينس 4 اكس، لا دي بلس 4 اكس باور 2 بلس 1 ماينس 4 اكس باور 2. احل دي لوحدها الاول بيرفكت سكوير. يلا بينا. هتبقى 2 اكس باور 2 بلس 1 اول باور 2 ماينس 4 اكس باور 2. هسأل نفس السؤال، عمي محمد امرني يا برنس. يا مستر دلوقتي انا واخد بالي من حاجه، البراكت ده عليه باور 2 يعني اقدر اجيب له روت، و4 اكس باور 2 يعني اقدر اجيب لها روت. تعالى يابا ما تخافش، على فكره على قد ما المساله صعبه على قد ما هي سيستم ما بتتغيرش. يعني والله 4 مسائل هتحل كده، المسائل كده الخمسه هتبدا ايه، ما خلاص بقت ايدك بتمشي لوحدها. تمام. طيب يلا بينا. انا هعمل براكت، ايه ده دي لسه، اصحى معايا والنبي انا غير، هنوع شويه بالاحمر بقى. يلا بينا. ادي الاحمر اهو، تحس انها هتبقى احلى اصلا. ماشي يلا بينا. انا عندي يا جماعه براكت ده هينزل زي ما 2 اكس باور 2 بلس 1، وادي 2 اكس باور 2 بلس 1 ماينس، وهنا بلس، ايه ده؟ بلس هي ادي 4 اكس باور 2 روت ال 4 بكام؟ 2 والاكس تنزل يا ولد، وهنا 2 اكس وتنزل. طبعا انا عارف انت بتشتم، يعني ربنا يسامحك، كده كده ماليش فيه، ده المنهج والله مش انا. طيب نرجع نكمل. 14 بتقول لك ايه؟ 6 تايمز 5 اور 7 دي حاجه كده من ريحه يونت ايه؟ يونت 1. فاهم؟ يلا وقول اعدادي وقصه حزينه كده قديمه قوي. بيقول لك ايه؟ 6 تايمز 5 اور 7 بلس 2 تايمز 5 اور 7 ماينس 5 اور 7. يا باشا 5 اور 7 كومن فاكتور خلاص كده، هي متكرره. تايمز وافتح براكت، يعني جت على دي ده تافهه قوي. يلا هنا بقى كام؟ 6 بلس 2 ماينس دي تتحط بره فنحط مكانها 1، في ناس تحط مكانها 0. دي مضحكه قوي والله بجد. اتمنى ما تعملش كده تاني يعني بجد، ما تموتنيش من الضحك عشان خاطر. يلا تحسبها على الاله ما تشغلش دماغك، تديك 5. نفس الكلام في الباقي. 15 دي يا جماعه مهمه قوي، يعني انا عايز احل 15 مش مهم الباقي. طيب ليه ليه يا مستر؟ عشان فيها فكره. 25 باور 2 ماينس 15 باور 2. لا انا بريح عادي. بص يا باشمهندس، ان شاء الله انا عندي هنا ده ليه روت، ما هو باور 2 هيكنسل الروت صح، وده ليه روت برضه باور 2 فبيكنسل الروت، يبقى اقدر احلها. يلا بينا اهو. انت هتخاف يلا؟ انا عايزك اسد كده، موتنا بالضحك بس بالراحه. روت الاولاني 25 و25، روت الثاني 15 و15، وادي بلس وماينس. احسب على الاله ما تشغلش دماغك اكتر من كده، اكتر من كده عشان خاطري بلاش. طيب هتطلع معاك دي ب 40 تايمز ما بينهم تايمز، ودي ب 10 يعني 400. طبعا انت هتحسب على الاله كده كده، انت 1 بلس 1 بتحسبها على الاله، مش هتحسب دي على الاله، خلينا ساكتين. طيب كده انا حليت مع حضرتك كل مسائل الفاكتورايز اللي انت ممكن تقابلك، الصعبه والسهله والمباشره والمتوسطه واللي بالحمص والساده والمكسرات وكل حاجه.
تمام؟ طيب انا بس عايزك اتمنى والله العظيم لما تيجي تحل كتير، خلي بالك انا بس بفكرك يونت 2 بالذات، كل ما تحل كتير كل ما تبقى احسن. المنظر اللي وراك ده اللي على الشاشه هيستمر مع حضرتك السنه دي واللي جايه واللي بعدها. ماشي؟ هتقول لي يا مستر دول لسه اصلا ما قروش المنهج الترم الثاني هيبقى ايه؟ لا ما تقلقش، انا عارف انا بقول لك ايه. علميا عشان خاطر تعرف تكمل، تمام؟ الدنيا ما اختلفتش من المنهج القديم للجديد يعني، تمام؟ ما اختلفتش جامد، فاهم؟ كترتيب مواد علميه يعني، كترتيب الدروس يعني. فانت بالتالي الترم الجاي هتحتاجها، السنه الجايه هتحتاجها جدا، اللي بعدها هتبقى ايدك ورجلك، ده بجد. تمام؟ طيب نكمل. انت في ايه؟ يلا يا باشا نكمل. بص يا باشمهندس، طبعا بقى في حته كده في البيرفكت سكوير انا عايزك ايه؟ تتعود ازاي تقدر تحلها. حلو الكلام؟ طيب يا مستر بيرفكت سكوير انا عندي فيرست وميدل ولاست او ثيرد تيرم. تعالى معايا، انا عشان اجيب الفيرست يا باشمهندس نجيب بالاحمر كده، ادي الفيرست، ولا جاب احمر ولا نيله. طب ارفع الاول كده عشان ندي مساحه، يلا بينا. ايه ده في ايه؟ يلا بينا. بص يا باشمهندس ارجع تاني، خلاص انا اسف. بص بقى، عشان اجيب الفيرست بعمل الميدل باور 2 اوفر 4 تايمز الثيرد. في مشكله؟ طيب ده في بيرفكت سكوير بس، بيرفكت سكوير فقط. طيب لو عايز اجيب الثيرد اهو، يبقى الميد، مش شايف النور ضالف في الشاشه، او الميد باور 2 على الفور تايم الفيرست. من الاخر يا جماعه القانون ده هو ده، بس انا بدلت يعني، عايز الثيرد هحط الفيرست هنا، عايز الفيرست هحط الثيرد هنا، واتعشت. حياه حلوه، بس ايه نفهمها. طيب تعالى معايا بقى يا باشمهندس، انا عندي قلت لك المنظر ده والمنظر ده، الميد اللي احنا قلناه قبل كده، تمام؟ بيساوي ايه؟ بوزيتيف نيجاتيف 2 تايمز روت الاول في الثالث. حد عنده اعتراض لحد هنا؟ الحياه سهله، هم 3 حاجات اللي حيلتنا بس. يلا بينا نبدا نحل، يلا بينا، يلا بينا بقى نكمل يا شباب. انا عندي المساله زي ما حضرتك شايف كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك فايند الميسنج تيرم عامه يعني، او ساعات بيجيب لك تشوز 90% تشوز. فانا جات لك مقالي خير وبركه والله، سؤال هديه. طيب يلا بينا. ادي اكس باور 2 بلس بي، دي مش 6 ها، عشان عارفك انت انسان متعلم جدا ما شاء الله اكبر يعني، فانت فاكر ان 6 يعني مش بي، وعيشه صعبه كده، ركز معايا. اكس باور 2 بلس بي اكس بلس 81. البي اللي عندي دي يا جماعه اهي. اسالك سؤال بقى عبقري، ها اتحفني يلا. يلا البي دي فيرست ولا ميدل ولا ثيرد؟ انت لو قلت حاجه غير ميدل والله بجد اقفل الفيديو يا اسطى وتعشت على كده، والله العظيم اقفل الفيديو وادعي اللجنه تبقى سايبه ان شاء الله في الامتحان، ده احسن حل وده انسب حل. طيب يلا بينا. ده يا جماعه ميدل تيرم، فانا عشان اجيب البي بتساوي ايه يا شباب؟ ها، بوزيتيف نيجاتيف 2 تايمز، اقعد مكان الرول ده اللي هو روت الاول في الثالث، روت الفيرست باي ثيرد، الفيرست اللي هو مين؟ اكس باور 2 تايمز الثالث اللي هو مين؟ 81. طيب يا باشمهندس تسمح لي تركز معايا بقى في اللي جايه دي؟ ده المنظر اللي نكتبه في الايه؟ في الورقه. انا لما اجي اكتب على القلم يا مستر اكتبها ازاي؟ عشان انا بصراحه مستصعب الموضوع. تعالى معايا هديك معلومه، 90% من اللي بقوله ده بيبقى كده بجد. ايه هو؟ ان الفيرست دايما بيبقى جنبيه اكس باور 2، بيبقى جنبيه اكس باور كام؟ 2. والميدل بيبقى جنبيه اكس، الميدل بيبقى جنبيه ايه؟ اكس. والثيرد مش جنبيه اي حاجه، ساده من غير اي ارقام. ده الثيرد ده لازم يبقى ساده، اتفقنا؟ طيب تعالى معايا بقى. ادي بوزيتيف نيجاتيف 2، نزل ال 2 بس دلوقتي، تايمز، لما تيجي تكتبها على القلم انا بكتب لك دي الكواليس اهي، دي كده وانت قاعد في البيت زي ما انت بتحسب بالاله دلوقتي. يلا انا بكتب اللي جنب الاكس باور 2، في حاجه جنب الاكس باور 2؟ 1 صح؟ يلا 1 تايمز 81. احسب على الاله يا باشا كل ده يطلع كام؟ يطلع 18. اتفقنا؟ طيب 18 ده رقم شياكه جدا يعني. طيب يبقى انا هكتب كده بالبي ايكوال، بص تكتب بوزيتيف او نيجاتيف 18 اكس، ابوس ايدك عشان خاطري، عشان خاطرنا كلنا ما تنساش البوزيتيف نيجاتيف. اتفقنا؟ طيب يا مستر معلش هو مديني البلس، على فكره في ناس بتمشيها، يعني لو كتبتها 18 تمشي، لكن لو هي من غير اشاره، يعني لو دي كده بلس دي مش موجوده خالص كانها مش موجوده خالص، اتفقنا؟ ومحطوطه نقط بالمنظر ده، تكتب بوزيتيف نيجاتيف ده لازم، مفيش اي مشكله. طيب يلا بينا على اللي بعده. بص يا باشمهندس بقى، ايه يا باشمهندسي؟ بيقول لك ايه؟ 4x باور 2 بلس 2 28x بلس b.
تعال هسألك سؤال بقى، ها يلا بينا بقى، ده مختلف عن اللي فات خالص، موتني ضحك بالراحه بقى. بص يا باشمهندس، هو ده البي اللي هو عايزه ده الفيرست ولا الميدل ولا الثيرد؟ لو قلت حاجه غير الثيرد، نفس الفيديو اللي كنت هتقفله من شويه اقفله تاني، تمام؟ واتغطى وقول يا رب يا رب اللجنه تبقى سايبه، ده حلك. يلا بينا. ده الثيرد يا بيه. يلا الثيرد بتساوي ايه؟ الميدل باور 2 اوفر 4 تايمز الفيرست. يبقى انا عندي الميدل باور 2 يعني 28 اكس اول باور 2. الباور 2 بره مش على الاكس عشان ما تنقص. اوفر ال 4 دي ثابته، ما تقوليش ال 4 دي جت منين، دي بتاعت القانون. تايمز الفيرست اللي هو مين؟ 4 اكس باور 2. باشمهندس مستر قال لي حاجه، الثيرد دايما من غير حروف، من غير ايه؟ حروف. فلما اجي اكتب على الاله هكتبها كده، هكتبها 28 على الاله، دي الكواليس ها، باور 2 اوفر ال 4 تايم 4. واحسبها على الاله تطلع كام؟ هتطلع توتا، هتطلع تقريبا 49. احنا نتاكد احسن عشان ايه ما يبقاش شكلنا وحش. قالتك الجميله يا ريس، احلى مود على عيونك، مود ماث 28 باور 2 يا جماله على 4 باي 4 49. اقسم بالله انا جامد، حسبتها لوحدي والله وقلت 49 من شويه. عيب عليك، دي ما بتغلطش، لو غلطت تقطعها. ايه؟ طيب يلا بينا بقى. انا كده علمتك ازاي نقدر نجيب الميدل تيرم، ونفس الفكره الثيرد تيرم يبقى تعرف تجيب فيرست تيرم عادي جدا بمنتهى السهوله. تعال معايا في اللي بعده، بيقول لك ايه؟ find in R the solution set of equation. بيقول لك عايز solution set بتاعت الايكويشن. طيب ادي 14x plus x power 2 minus 32 equal 0. يا باشمهندس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا عشان احل مسالتي لازم ارتبها. اعلى باور اول حاجه، بعد كده الباور اللي اقل منه، بعد كده الاقل منه، وهكذا لحد ما نخلص المساله. طيب مين اعلى باور عندي؟ x باور 2. طيب يبقى يتكتب اول واحد بلس مين تاني واحد؟ او 14x، شكرا، minus 32 equal 0. طيب يا باشمهندسين، مستر انا شفت المنظر ده قبل كده، ازاي؟ انا عشان احل مساله زي كده لازم اعمل لها فاكتورايزيشن. فاكتورايزيشن ازاي؟ اسمع مني بقى، الاله مود 53 صح كده؟ يلا الاي ب 1 البي ب 14 السي بنيجاتيف 32، تطلع معاك بكام؟ ها يلا انا عايزك انت تكتبها اسرع مني والله عشان صدقني مش مستاهله. هتطلع معاك ب 2 تكتبها نيجاتيف 2، تطلع معاك 16 تكتبها بلس سوري هتطلع معاك ب 2 تكتبها نيجاتيف 2، تطلع معاك نيجاتيف 16 تكتبها بوزيتيف 16 ايكوال 0. صعبه؟ طيب مستر انا عندي براكتين تايمز بعض، براكت تايمز براكت يدينا 0، فوارد جدا يا اما الاول بزيرو او الثاني بايه؟ بزيرو، ما انا مش عارف عشان هنا اكس وهنا اكس صح؟ يلا شد لي خط كده اقسم لي المساله نصين، ادي اكس ماينس 2 ايكوال 0 وادي اكس بلس 16 ايكوال 0. دي نيجاتيف تروح ايه؟ بوزيتيف يبقى الاكس ايكوال 2، دي بوزيتيف تروح ايه؟ نيجاتيف يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 16. مساله شياكه، انا بحب الحاجات دي بصراحه. طيب تعالى معايا يا باشا في السؤال الثاني. السؤال الثاني ده برضو ايه؟ في الجميل منه، في اللطيف منه بجد. تعالى معايا بيقول لك ايه؟ 9k باور 2 بلس 18k ايكوال 0. مستر انا ممكن احلها على الاله، على فكره انت ممكن تحلها على الاله بس هتبقى شكلها مش الطف حاجه، مش هتعرف تطلعها صح. يعني انا ممكن تستر معاك المره دي او تطلع معاك مظبوطه، بس المره اللي بعدها مش هتظبط، فركز معايا. انا هضطر اشتغل جي سي اف صح كده؟ هو ايه اللي متكرر هنا يا جماعه؟ حرف الكي بصراحه واضح جدا. طيب انا هسال نفس السؤال، اصغر رقم عندي كام؟ 9. يا 18 انت تكتبوا ال 9؟ تقول لي اه دي 9 تايمز 2 تدينا 18. طب انا مثلا مش حافظ جدول الضرب، انا كنت بتضرب وانا صغير كده عشان خاطر ما كنتش بذاكر جدول الضرب، اعمل ايه؟ هتعمل الكبير ديفايد الصغير، الكبير اللي هو 18 ديفايدد 9. ادالك انتجر اللي جابها رقم عادي يبقى هو في التيبل بتاعها، ادالك فراكشن يبقى مش في التيبل بتاعها. طيب يبقى 18 ديفايد 9 تدينا 2، فبالتالي اخد ال 9 بره. يلا بينا اخد الغياب بقى، اول ترم اهو صح؟ يا 9 انت بره خلاص مش هكتبك جوه. كي باور 2 يعني كهتين، عندي كهيه واحده بره احط كهيه جوه بلس 18 ديفايدد 9 2، الكي بره مش هكتب حاجه ايكوال 0. مستر نعم، انا عندي تيرم اهو، اعتبره تيرم لوحده اهو ماشي، تايمز تيرم يدينا ايه؟ 0. فوارد جدا يا اما الاول بايه؟ بزيرو او الثاني بكام؟ بزيرو، ده وارد بصراحه اه. يلا يبقى انا عندي 9 كي ايكوال 0 او الكي بلس 2 ايكوال 0. يلا اعمل ديفايد كام يا اخواتي في الله؟ 9، يبقى تطلع بكام؟ 0 برضو، دي تروح بالماينس فتبقى الكي ايكوال نيجاتيف 2. طيب يبقى السوليوشن سيت بتاعي الجميل التحفه الزيرو والنيجاتيف كام؟ 2. حلو بصراحه،
حاسسها كده شياكه. طيب تعالى معايا، يلا بينا نحل المساله دي. يلا بينا. اكس باور 3 ايكوال ايه؟ 49 اكس. اول حاجه تقول لي بس يا عمي انا بقيت بابا في حل المسائل. اقول لك ازاي؟ هتقول لي انا عندي اكس باور 3 هنا، تمام؟ يعني 3 اكسات تقريبا كده من شويه، وعندي اكسايه واحده هنا، فانا هطير اكسايه مع الثلاثه. بص كده، استنى يا مستر نبي استنى. هطير اكسايه مع الثلاثه، هنخلي دي 2، فتبقى اكس باور 2 ايكوال 9. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده يلا؟ ايه ده؟ يخرب بيت العيا. انا ما ينفعش اكنسل انون. يعني ايه انون؟ ما ينفعش اكنسل حرف من الاخر. ما ينفعش اكنسل حاجه انا مش عارفها. الاكس انا عارفه بكام؟ لا ما ينفعش اكنسله. فانسى اللي انت عملته خالص. بص اهو، انسى انسى هوبا. يلا من اول ونضيف بقى تاني، اعدل نفسك كده ونبدا نحل تاني مع بعض. اكس باور 3 ايكوال 49 اكس. انا لازم ادخلها جوه معاها بعد اذنك عشان يفكروا مع بعض هما الاثنين يعملوا ايه. يلا ادي اكس باور 3 ماينس 49. يلا يا عم الحمد لله على السلامه. هتعمل ايه بقى؟ اتبقى زيرو بالمناسبه. طيب يا جماعه انا عندي اكس متكرره. يلا يلا اكس متكرره هي خلاص. ده انت المفروض بعد الفيديو ده والمصحف تبقى اكلت وشربت اليونت 2 دي، تخش تفرم اي مساله. طيب انا هاخد الاكس بره، عندي 3 اكسات اتبقى فعلا اكس بار 2 ماينس الاكس بره، فهحط 49 بس ايكوال 0. مستر نعم. عندي ترمين تايمز بعض ايكوال 0، فوارد يبقى الاول ايكوال 0 او الثاني ايكوال ايه؟ 0. يبقى انا عندي الاكس ايكوال 0، وادي الاكس بار 2 ماينس 49 ايكوال 0. يلا بينا. دي خلاص خلصت. ده نيجاتيف يروح ايه؟ بالبوزيتيف. الله. اطير البار 2 ازاي يا مستر؟ بالروت. يبقى الاكس ايكوال روت 49 اللي هي بكام؟ ب 7. تسيبها وتمشي، يبقى انت انسان حمار، عيل عيان في دماغك. لازم تكتب لي بوزيتيف نيجاتيف. فالسوليوشن سيت بتاعي، بالمناسبه يا جماعه انا ما كتبتش السوليوشن سيت فوق، عادي نكتبهم باحتياطي دلوقتي. يلا 0 و7 ونيجاتيف 7 لازم تكتبهم يا جماعه، يعني ما تستهونش بيهم. انا نسيتهم عادي معلش. ايه ده انا كاتبه اصلا. طب ما انا برافو عليا اهو. طيب خلاص انسى، اكتب ده باحتياطي يا واد. يلا ادي سوليوشن سيت زي 2 ونيجاتيف 16. اشكرك يا باشمهندس. في حاجه صعبه لحد هنا؟ ان شاء الله ما فيش يعني، وان شاء الله دي تترفع معايا. يلا بينا. شويه تريكات بقى، شويه كده ايه، حاجات كده ايه، الحلويات بقى والعسليات. يلا بينا. بيقول لك ايه مثلا؟ مساله بالمنظر ده، بيقول لك واي في واي ماينس 2 ماينس واي ماينس 2. حلو الكلام ده مستر. انا خدت بالي من حاجه جامده جدا، انا عندي براكت متكرر. يلا بينا يا باشا. يبقى واي ماينس 2، وركز معايا بعد اذنك في اللي جايه. يعني خلي بالك انا حتى خشبت وشي كده وخدت الموضوع جد. خلاص بقى احنا هزرنا، يعني نهدى بقى. يلا بينا. انا عندي براكت متكرر كتبته هنا. طيب يلا بينا. لما كتبته هنا اتبقى مين؟ واي تنزل ماينس. انا عندي براكت ده بره، اكتب هنا زيرو؟ لا، اوعى اوعى تقع في الوعكه دي. لا، لان انا قلت لك ان انا اي ترم بيخش جوه بيتعملوا ديفايد بره هنا الاول، كانه زي سكان كده، بيعمل سكان. فسكان ده بالنسبه لي زي الديفايدد. فانا واي ماينس 2 ديفايدد واي ماينس 2، اي ترم ديفايدد نفس الترم بيديني 1 يا جماعه. 2 ديفايدد 2 1، 3 ديفايدد 3 1، حمص ديفايد حمص 1، تكييف ديفايد تكييف 1. اتفقنا؟ فانا بالتالي اكتب هنا y ماينس 2 ديفايدد y ماينس 2 تدينا كام؟ 1، اللي هي 1 يعني يا شباب، بس انا بحب ادلعها. في مشكله لحد هنا؟ مش عارف، المفروض انت هترد عليا بس يعني مع اني اصلا مش سامعك ولا شايفك، بس يعني اتمنى ما يبقاش في مشكله يعني. طيب تاني مساله عندي ايه؟ x في a ماينس b ماينس y في b ماينس a. بص كده يا باشمهندس، انا عندي الاكس والواي وعندي a ماينس b، بس يا مستر يا مستري في مشكله عندي. انا عندي البراكت ده اللي هو a ماينس b وبي ماينس ايه متكررين، بس ده متبدل. طب انا عايز ارجعهم زي دي. يلا بينا هكتب المساله تاني. بقول لك هتعمل ايه اهو. ادي a ماينس b ماينس y، هبدلهم تبقى a ماينس مين؟ b، بس بشرط اللي بره ده بعكس شرطه. يعني ده لو ماينس اخليه ايه؟ بلس. لو ده ماينس اخليه ايه؟ بلس. طيب يلا بينا، بقت مساله سهله ايه. دي متكرره، اكتب بره a بلس b وهيبقى x بلس y. شياكه. انا يعني شفتها كده بصراحه، لا تحفه بجد. ايه الجمال ده؟ طيب تعالى معايا. المساله دي انا حليتها معاك فوق من شويه، ونفس الكلام في المساله دي. طيب انا عايزك بقى تتعلم حاجه مهمه جدا. اخر مساله عندي بصراحه هي دي اللي فيها الشغل، اللي فيها ايه، الاكل والشرب حرفيا. طب ما نحل دي كمان يا مستر؟ حاسه كده انت بتكروتنا، ما تقلب. لا هنحلها يا عم، تعالى. بيقول لك ايه؟ if 3a minus plus b equal 8 و 2a plus b equal 6
find the value of the expression 3a و 2a plus b و plus b وفتحت براكت 2a plus b. يا نهار ازرق يا مستر، ايه كميه 2a plus b و b؟ ايه الكلام، ايه القرف ده يا مستر؟ تعالى يا ابني ما تخافش، واحده واحده، احنا سلامه لله هنجرب، يلا بينا. انا عندي براكت متكرر صح اهو، اكتبه بره والله ما عيب ولا حرام. يلا بينا. هيبقى لي بقى مين؟ 3a وهنا b، يبقى 3a بلس b. في مشكله؟ فاكتورايز عادي باي جروبنج يا جماعه. طيب لو خدت بالي بقى هو ما بينهم تايمز صح؟ هي 2a بلس b بكام؟ ب 6، اكتب 6 يا ابني، تايمز 3a بلس b بكام؟ ب 8، اكتب 8 يا ابني. يبقى 6 تايمز 8 تدينا كام يا شباب؟ 48. ان شاء الله مفيش مشكله باذن الله، الموضوع شكله لطيف وانا مبسوط يعني ومتفائل بصراحه. طيب يلا بينا. لو انا عندي يا جماعه اخر سؤال عندي بيقول لك ايه؟ if a minus b equal 4 و a باور 2 minus b باور 2 equal 24 find the value of a plus b. والله ومالك عليها حلفان ده سؤال مهم جدا هيجي لك تشوز دايما. طيب ركز معايا. انا مديني a minus b ب 4 و a باور 2 minus b باور 2 equal 24 وعايز ال a plus b. طب يا مستر انا المنظر ده شفته قبل كده، انا عندي ماينس وده ليه روت وده ليه روت، فانا اقدر اعمل له ايه؟ هوبا وهوبا، صح كده؟ الاي باور 2 ماينس بي باور 2 يعني ممكن تبقى A و A و B و B وبلس و A وماينس، صح كده؟ طيب تعالى معايا واحده واحده. مش الكلام ده بيساوي A باور 2 ماينس B باور 2؟ طب تعالى نعوض بالارقام. انا عندي البراكت ده بكام؟ ب 4، اكتب 4. انا مش عارف ده بكام بالمناسبه، ادي A بلس B تايمز 4 ايكوال الاي ماينس A باور 2 ماينس B باور 2 بكام؟ ب 24. الله. طيب يا مستري انا اعمل ايه في الوعكه الصحيه دي؟ يد تايمز يا، انت ممكن تسال نفسك سؤال، انا ده مش عارفه صح؟ كام تايمز 4 تدينا 24؟ طبعا انت لو حافظ جدول الضرب في ثانيه هتقولي ان هي ب 6، هتقولي الاي بلس بي يا مستر كده البراكت ده على بعضه بكام؟ ب 6. طيب لو انت مش حافظ هتعمل ايه؟ هتعمل ال 24 ديفايدد 4، هتروح بالعكس كانها ايكويشن. طب يا مستر بصراحه انا شفت المساله دي قسما بالله انا بلمت، انا حاسس ان انا كده هضيع. طب هسهل عليك خالص. طيب انا هسيبك تاخد سكرين شوت رايقه من هنا اهو، بس كده امسح بقى يا باشا. مستر انا عايز طريقه ايه بقى؟ بالحب تجمعنا. ايه طريقه بالحب تجمعنا دي يا شباب؟ انا هسهل عليك خالص دلوقتي حالا اهي. بص يا باشا، المسائل دي مشهوره جدا وهتلاقيها كتير قوي واحنا بنحل وبنراجع كل مره. لما نحل مثلا مراجعه نوفمبر هنحتاجها، لما نحل مثلا مراجعه ليله الامتحان هنحتاجها، لما نراجع مراجعه كل يونت بنحتاجها. طيب بص يا باشمهندس، انا عندي الاي ماينس بي ايكوال 4 والاي باور 2 ماينس بي باور 2 ايكوال 24، عايز الاي بلس بي. هسال نفس السؤال، هو مين الباور الكبير؟ اهو صح؟ يعني هو مديني الباور الكبير، مش دي على باور 2 صح؟ دي باور 1 دي الصغيره ودي برضو باور 1 صغيره. طيب لما يطلب مني الباور الصغير، لما يطلب مني براكت باور صغير ماشي، بعمل الكبير ديفايدد الصغير. لما يطلب مني حاجه باورها الصغير ماشي، بعمل الكبير ديفايدد ايه؟ الصغير. ازاي؟ مش انا عندي هنا يا جماعه a بلس b وعندي هو مديني في المساله a باور 2 ماينس b باور 2 يبقى انا هعمل الكبير ديفايد الصغير على طول، مش هفكر. يبقى الاي بلس بي ايكوال 24 ديفايدد 4 تطلع كام؟ ب 6. بس مساله خلصت خلاص. طب يا مستر افرض بقى، افرض لو هو مديني باور صغير وباور صغير وعايز الباور الكبير، يعني طلب مني a باور 2 ماينس b باور 2، اعمل ايه؟ هعمل الاثنين الصغيرين دول تايمز بعض، هعمل الاثنين الصغيرين دول ايه؟ تايمز بعض. تاني يبقى هو لو طالب مني الصغير بعمل الكبير على الصغير، طالب مني الكبير بعمل لهم تايمز بعض، ايا كان هو ايه الرقمين دول. اتفقنا؟ طيب وبكده يا جماعه اكون الحمد لله بفضل ربنا انتهيت من يونت 2، وانا شخصيا كمان انتهيت بصراحه، انا خلاص والله خلصان. اتمنى يا رب اكون افدتك، واتمنى تكون ان انت استفدت بكفايه اكتر حاجه ممكنه من الفيديو. ما تزعلش مني لو انا برخم عليك او بقول مثلا كلام كده وبتاع بهزر واضحك معاك عشان تفك وتحس ان الفيديو خفيف على قلبك، واتمنى يكون وجودي خفيف على قلبك دايما يا رب. وان شاء الله افضل افيدكم، وباذن الله تكون استفدت كده وتأدي في الامتحان حلو وتكون مبسوط. وانا مش عايز غير دعوه حلوه، وعايزك تبقى كويس وتبقى شاطر في الماده، ودايما تفتكر ان انا بحبك وبحب من يحبك، وعايز اشوفك بخير. تمام؟ اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم.